تعالوا نحكي قصة صديقي وهو بيسرح شعره بعد عملية زراعة ناجحة. صديقي سنه 36 سنة، ده سنه الحقيقي، لكن في سن تاني كانت الناس بتفكروا بيه ان هو 45 سنة. طبعا الفرق ما بين السنين كان فرق يعني صادم شوية، عشان كده قرر يزرع شعره. ايه اللي يخلينا من 45 نرجع 36؟ الإجابة كان بين السنين عمليتين زراعة شعر حولته من صلع درجة 7 إلى إنه دلوقتي بيمسك الفرشة ويسرح شعره. 4500 جرافت اتوزعوا على مرحلتين مع خط جبهة جميل، علشان في النهاية يكون ماشي ويقول أنا مبسوط. حقيقي كان شعورنا جميل جدا 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 أنا وهو، لما هو بيقول لي أنا مبسوط وأقول له أنا كمان مبسوط. ده التأثير الحقيقي اللي بتعمله زراعة الشعر لما بتتعامل بطريقة كويسة وتغير في حياتك. هتحس بسنك الطبيعي، هتحس بنفسيتك اللي انت مرتاح فيها، هتحس ان انت فعلا عملت حاجة تستحق التجربة والمغامرة. دايما الناس كانت بتقول اللي بيغامر بيكسب. في زراعة الشعر الامر ما عادش مغامرة. معانا في DHC احنا بنقدم لك مركز ذو ثقل، خبرة وجودة وفريق طبي مميز علشان تخوض رحلتك وتوصل بيها لبر الامان وتسرح شعرك زي ما صديقي سرح شعره. استعد علشان تكون انت بطل القصة القادمة. DHC هير اكسبرتس، مكانك الاول لزراعة الشعر في مصر. تاريخ مشرف من العمليات الناجحة.